اطمن يا عريس، العروسة زمانها نازلة. ربنا يستر. اتفضلي يا هانم. هي ليلى اتأخرت كده ليه؟ شوفي، حاجة من اتنين، يا إما طفشت يا إما بتلبس يا أمينة هانم. هتلبس ايه يا عبد المنعم بيه؟ دي خطوبة، ممكن تتقضى بأي فستان. اتفضل يا بيه. ميرسي، ما بشربوش. اتفضلي يا بنات. ميرسي. اكيد ليلى ناويه تعمل زي كل مره. مش معقولة. تراهنيني؟ اراهنك. تراهنك على ايه يا بنتي؟ ربنا يستر. ايه ده يا بنتي؟ انت لسه ما لبستيش؟ ومش هلبس يا بابا. طب والعريس والمعازيم هنعمل فيهم ايه؟ انا مستعده انزل اقول لهم الحقيقه. هنتكلم في الموضوع ده تاني وتالت ورابع يا بابا. هو مين اللي هيتجوز، انا ولا حضرتك؟ لا حضرتك. خلاص، يبقى ازاي عايزني اتجوز واحد له ماضي؟ ماضي ايه بس يا بنتي؟ اتفضل يا سي بابا. مين ده؟ ده العريس. واللي معاه واحده ست ولا لا؟ واحده ست وحواليها 12 بنت. وبيعملوا ايه؟ بيصلوا؟ لا بيرقصوا. بس يا بنتي الحكايه دي كانت قبل ما يعرفك. قبل ما يعرفني بعد ما يعرفني ما تفرقش. ما هي ممكن تتكرر في اي وقت. يا بنتي دي تالت خطوبه تفسخيها. قومي البسي، قومي، كفايه كده، ما تفضحنيش. افضحك عشان ايه يا بابا؟ هو انا اللي غلطت ولا هو؟ حد يقدر يقول عليا كلمه؟ لا. حد قال لك اني كتبت جوابات حب لاي شاب؟ اعوذ بالله. حد مره سمعني باخد ميعاد من حد بالتليفون؟ ما حصلش. خلاص، يبقى من حقي اتجوز شاب زيي تمام، ملوش ماضي مع اي بنت. اذا كانت دي عقدتك يبقى طلبك ده مستحيل. معظم الشبان بيبقى لهم علاقات وتجارب قبل الجواز. امال ليه بتحاسبوا البنت لما يكون لها علاقات وتجارب قبل الجواز؟ هي دي تقاليد المجتمع يا بنتي. غلط، اكبر غلط. وانت يا بابا اول واحد عارف ان ده غلط. انت نسيت اختي منى؟ نسيت يا بابا، نسيت. انا اسف يا جماعه، ليلى تعبانه شويه وهنضطر ناجل الخطوبه الليله دي. ليه حصل ايه يا شكري بيه؟ اتفضل. يظهر طلع له ماضي. ايدك على الرهان. بس الصورة دي يا فندم مع بنت جارتنا غصبت عليا ارقص معاها في عيد ميلادها، وكانت هي المرة. يا سلام، وكانت هي المرة. طب ما هو عود الكبريت ما بيولعش غير مرة واحدة. على كل حال نتكلم في الموضوع ده بعدين. لا بعدين ولا قبلين. هي يا ابني هتحاسبك من دلوقتي. الراجل ما يتعيبش على تصرفاته. يلا بينا. استنوا. يا عريس، يا ام الجاموسه، يا ابو العريس، عاجبك؟ رقيتك واسترقيتك من عين اصحابك ومن عين حسادك ومن عين كل من شافك ولا سمع عليك. ايه ده يا سعديه؟ اكيد يا ستي معمول لك عمل. مادام الراجل يقدر يفتح بيت، بترفضيه ليه؟ اذا كان على الفلوس انا بشتغل ومهيتي تكفيني. انا ما عنديش مانع اصرف على البيت مع جوزي، المهم الاخلاق. يا ستي الراجل اللي لف ودار قبل الجواز هو اللي بيتكني لما يجي يتجوز، لانه بيكون تعب من اللف والدوران وما صدق انه يتجوز عشان يرتاح في بيته. اللي قال المثل ده واحد راجل بيدافع عن جنسه. اسمعي نصيحتي يا ستي، اوعي تاخدي راجل خام. انا جوزي الاولاني كان خايب ونايب لانه كان خام، عشان كده ما عمرتش معاه غير 6 اشهر وسبت. طب كفايه بقى، احسن هتخنق. يمو الغلابه والعفو عندك، يمو الغلابه اشفي عيانك. طب كفايه بقى لا النار تقع السجاده تولع. سيبيها تولع يا ستي، سيبيها تاخد الشر، ده عيون الناس مليانه قر. بعدين يا عبد المنعم، ليلى اتعقدت من اللي حصل لاختها، والظاهر هتخلص عليا بنكبه تانيه. فلا الله ولا فلك يا اخي. اسمع يا شكري، منى انتحرت عشان خطيبها سابها ليله فرحها وهرب، لكن ليلى طلعت اجدع من اختها، طلعت اجدع منها. هي اللي بتسيب خطابها ليله خطوبتهم وتفلسع. خطيب منى يمكن كان معذور لانه عرف انها كانت تعرف شاب قبل منه، لكن ليلى يوه، انت هتمخولني ليه بقى؟ انت مع ليلى ولا ضدها؟ انت مش هتروحي بقى، انا هتاخر هنا. انت متأكد انك جاي تعمل هنا شغل؟ لا، جاي اقابل واحده. واحدة؟ طب مش سايباك، هقعد على قلبك.
صدقيني هتأخر. وماله؟ وبعدين ورايا شغل تاني. بحبك يا مضروب. صباح الخير يا مدموزيل. صباح النور يا استاذ كمال. من فضلك عايز ميعاد. من رئيس التحرير؟ لا يا فندم، منك انت. علشان ايه؟ يعني نخرج شويه مع بعض، نتعشى، نرقص. قديمه يا استاذ كمال. اذا كنت عايز تقابل استاذ احمد تلقاه في مكتبه. صدقيني انا جاي لك انت حقيقي. وعايز منها ايه يا استاذ؟ لا يا فندم ولا حاجه، متشكر على اذنك. مع السلامه. اللي اتأدب. اطلبي لي الاستاذ احمد على التليفون. الو يا استاذ احمد، لازم تعرف انك بتشتغل في مجله محترمه، وضيوفك لازم يكونوا ناس محترمين. حصل ايه يا فندم؟ اما يجي لك صاحبك تساله عمل ايه. صاحبي مين؟ ده انا. الله يخرب بيتك. ايه؟ الو؟ انت عكست السكرتيره بتاعته تاني؟ وكنت خلاص هاخد ميعاد. يا اخي خدك ربنا. اهو نطلع منكم بحاجه. مش كفايه عملت لك ماكيت ببلاش؟ ايه رايك؟ حلو. قلت لك 100 مره بنات المجله مش من النوع اللي بتتصرمح معاهم. وحياتك كلهم صنف واحد، واي واحده مهما تتمنى عليك بسيرها يوم تسلم. ده مغرور. اتفضل اقرا عشان تعرف ان الدنيا لسه بخير، ومش كل الطير اللي بتاكل لحمه يا محترم. سيدي محرر الباب، حكم عقلك. وليست لها اي تجارب عاطفيه، وفسخت خطبتها 3 مرات. لا، اللي كتب لك الجواب ده راجل اهبل، اكيد بنته بتضحك عليه. وليه ما تكونش بنت مثاليه جدا؟ طيب اديني عنوانها. عشان ايه؟ عشان اثبت لك اذا كانت مثاليه ولا لا. لا ارجوك ابعد عن قارئات المجله. انت طلعت انيل من رئيس التحرير بتاعك. عاوز ايه منها يا استاذ؟ احنا بناتنا ما يمشوش الا معانا احنا وبس. انت لسه هنا؟ لا يا فندم، ده كان ماشي على طول. مع السلامه انت. هات الجواب بقى. اصل يا فندم بيعمل لي ماكيت للباب بتاعي عشان الاوكرا مدوحسه. وحضرتك كمان بتطلع على جوابات القراء. وماله يا بيه لما نستفيد منه؟ ده صاحب تجارب، ده بلوى مسيحه. تجارب شياطين. ممكن اعرف ايه اللي بيجيب لافندي ده عندك؟ ابدا يا فندم، ده كان جاي يقدم لي خدمه. ده عمل ماكيت للباب بتاعي. بص حضرتك، عندك رسامين المجله، واذا شفت الافندي ده تاني هنا هسحب منك باب حكم عقلك. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. يخرب بيتك. بيت مين؟ ها؟ بيت العز يا بيتنا يا فندم، من الاغاني اللي بحبها قوي. لا يخرب بيتك، ما تكوني محضرتين بس. خبيني في ايه؟ جوزي جوزك؟ يا دي هو ايه؟ تعالي هنا. بتروح عند الخياطة وتيجي تقابل ما السماجة. وحياتك يا مخمخ قابلني صدفة، عايزة عليا يوصلني. يوصلك ليه؟ هي من قلة عربيات؟ ما احنا عندنا نص دستة. حقك عليا يا مخمخ. يلا بينا. أنا مش ملوم من هنا لما أشيله الإسعاف. وتروح القسم وتضيع اليوم اللي بتقضيه معايا. حقك عليا. اتفضلي.
صباح الخير. صباح الخير يا باشمهندس. العطا بتاع سفارة اندونيسيا رسي علينا. على خيرة الله، هاته وتعالى. حاضر. اتفضل. الو، مين يا فندم؟ ايناس؟ لا مش موجود، ما اعرفش. مع السلامة. اي واحدة تسأل عليا انا مش موجود، هنا مكتب شغل. ايوه يا سيدي، بس يعني اعرف منين اذا كانت واحدة لا مؤاخذة ولا عميلة؟ لا يا شيخ، عاملات المكتب انت تعرفهم اكتر مني، ثم انا مش بتاع لا مؤاخذة. لا ما هو واضح. نعم. لا ولا حاجة، يعني لا مؤاخذة. انا مين؟ حنفي. عايدة؟ لا. سونيا. اهدى كله يا باشمهندس. عزة. يخرب بعقلي. بقى كل دول معاهم مفاتيح شقتك؟ ابدا، دول اخواتي البنات. معقولة ادي مفتاح شقتي لحد غيرك؟ لا يا شيخ، هتضحك عليا؟ يعني استقمت من يوم ما سبتك؟ ما انت كمان رحتي مع سي مختار بتاعك. يغور هو وفلوسه. قال كان عاوزنا بطل الرقص. بذمتك انا اقدر اعيش من غير ما اهز وسطي؟ مستحيل، ده حتى كان وسطك يزعل. طب الحقه بقى قبل ما يزعل. اه. ودي مين دي بقى اللي معاش مفتاح دي؟ مين دي؟ اختي. اختي. استخبي هنا بسرعة احسن، دي عقد قوي. تعالي. طب اوعى. تعالي بس. خشي.
يا رب استر يا رب. يا ساتر. مساء الخير. عايده اختي حبيبتي. اختك دي ايه يا اخويا؟ وطي صوتك، الشغاله موجوده، مش لازم احافظ على سمعتك قدامها؟ يا حبيبي. اوه ممكن نأجل الزياره دي النهارده؟ عشان ايه؟ انا مش اختك؟ طيب تعالي اداري هنا شويه. عملت ايه؟ قعدتها في اوضه تانية. برافو عليك. اهو كده خلينا ناخد راحتنا. تعالى حبيبي تعالى. اصل اسمعي، اوزعها الاول. يا ساتر. عملت ايه؟ قعدتها في المطبخ. برافو، خلينا ناخد راحتنا هنا. لا مالك؟ انا محتار. محتار في ايه؟ هوزع الشغاله الاول. الله، مين يا ربي؟ Good night, my friend. How are you? جود نايت. ابن حلال مصفي، جيت في وقتك. شوف بقى، أنا جبت لك الماكيت عشان قول لي إيه؟ اختار اللي هنا ولا اللي هنا؟ يعني إيه؟ اسمع، انا هجوزك واحده منهم، اوكي؟ يجوزني واحدة منهم؟ الواد اتجنن، هيجوزني أوضة. جوز اختي وصل، واظن يعني ده قليل الذوق قوي. قوي انا هطلقها منه عشان الحركه دي بالذات. معلش يا حبيبتي تعالي. اوعى بقى. الاستاذ عبد السميع جوز اختي. تشرفنا. عشان أنطيه مدام. بيقول إيه ده؟ تعالى هنا. ثانيه واحده. عبد السميع جوز أخته. اسف يا عايده، جوز الشغاله وصل، واظن يعني طب ما تدخله المطبخ. ما اقدرش اسيبه لوحده، يمكن يكون حرامي. ارجوكي ابقي فوت عليا وقت تاني، يلا. الله، هو قلبها بنسيون ولا إيه؟ الاسطى مدبولي جوز شفيقه الشغاله. أنا شفيقة قال؟ أنا جوز الأسطى مدبولي بتاع الشغالة شفيقة؟ هو انت طايق تتجوز قرده؟ الماكيت بتاعك أهو، وإياك تعرفني بعد النهاردة يا فاسق. خسئت يا زير النساء. يا فكي، يا فكي المفترس. اللي جاب مختار ده عندك، هتدي له اوضه فاضيه؟ اللي جاب البيت عندكم؟ نعم يا اخويا. سألني انا عبد السميع جوز شفيقه شغال. ايوه، حتى اسال صاحب البيت. وحياتك هم اللي خطفوني يا مخمخ. انا بقى هخطف روحك انت وهم. كركشانجي ذبح كبشه. اقلش. اوعى حد يقرب لي، انا معايا وحش ياكل الزلط. وحش مين يابا؟ اتكل على الله. السلام عليكم. احمد. ابوي تاني. اي البيت دراعي دراعي اتكسر يا احمد. يا دراعي. يا السلام عليكم. الحقوني. تعالى هنا، رايح فين؟ يا بوليس. لا، الحقني يا انت أحمد. مش قد المسكه دي. سيب. مش هسيب. ايه ده؟ سيب سيب وانا سيب. يا حبيبي وانا سيب. يا كذاب. امشي. مكشوف. يا بوليس يا عالم الحقوني. ايه في ايه؟ ده القرقشندي ده محكبشه. اقلش. بروفة الصفحة بتاعتنا يا فندم. سلامة عينك يا أستاذ.
يظهر بتتعبها كتير في الشغل. اعمل ايه يا فندم؟ بحكم عقلك بتوصل له جوابات كتير. بتوصل لك جوابات كتير ولا النور مش كفايه في اقسام البوليس؟ نعم. بوليس؟ ايه وداك قسم البوليس امبارح؟ ما تحاولش تنكر. محرر الحوادث جاب لي المحضر. يا ابن يا استاذ احمد، يا تحكم عقلك وتبعد عن الشيطان ده، يا اما اسحب منك الباب. صاحبي ده انا نسيت اسمه من النهارده، من امبارح، من اول امبارح. يعني هتقطع علاقتك بيه؟ ده انا يا فندم لو شفته ماشي في ميدان التحرير حرمي نفسي تحت الطرماي في شبرا عشان الطرماي يعدي من شبرا. طب اتفضل شوف شغلك. حاضر يا فندم، بس اسمح لي مش هخلص غير نص الشغل النهارده علشان العين التانية بعمل لها عمرة. مع السلامة. حاضر يا فندم. الباب فين؟ رايح فين؟ لا مؤاخذة. الباب من هنا. والحكايه دي هتطول؟ مش هتقدر ترسم قبل شهرين. مستحيل، ده انا متعاقد على شغل كتير، هيتخرب بيتي. محدش قال لك السرمح وتخانق. هو انا ذنبي ايه؟ خف ايدك وحات ابوك. ما تهمد وتتجوز يا اخي، ما كلنا كنا زيك وربنا تاب علينا. اتجوز مين يا دكتور؟ انا ما عنديش ثقه في الستات. علشان بتجري ورا صنف واحد، صنف مش بتاع جواز. تحب ادور لك على عروسه ولا تستنى لحد رقبتك ما تتكسر؟ طب خلصني وحات ابوك. سعاده البيه، في واحد مستني حضرتك في اوضه المكتب يا بيه. مين؟ كمال. انت ايه اللي جابك؟ تسمح تديني عنوانها؟ عنوان مين؟ البنت اللي من غير ماضي، صاحبة الجواب. انا قررت اتجوزها. مبروك. وانا قررت اكسر لك دراعك التاني. يا بني ادم دي بتقول انها عايزه تتجوز واحد زيها ملوش ماضي. ما انا ماليش. مالكش ايه؟ ماليش ماضي. افتكرت. طب ازاي بقى؟ ما انا همثل عليها. هتخدعها يعني؟ بالعكس، انا المره دي غرضي شريف. انا قررت اتوب، صدقني يا احمد. يا عالم، انا لا يمكن اساعدك على خداع قارئات المجله، دي مسؤوليه طبعا. كفايه انك هببت سمعتي عند رئيس التحرير. ارجوك بلاش تزورني في عيني، قصدي لا في المجله ولا هنا كمان ولا في اي حته على وجه البسيطه. يعني تطردني يا احمد؟ اتفضل من غير ما ترد. ده طبعك ايه؟ اتحرك يا بني ادم، انا بشتمك بهينك في بيتي. اعمل ايه؟ بحبك، مش هين عليا، ده 10 سنين. 7 بس. ومع كل، اذا كنت بيعني يبقى امري لله. تصبح على خير يا حماده. انا هسيبك ودمعتي على خدي. رحمتك يا رب. كمال، كمال استنى يا كمال، استنى يا كمال، استنى يا ابني. مع السلامة يا ولدي. أيام العمر معضوضة. حط ورقة بيضة واكتب. سيد، محرر باب، حكم عقلك. بعد التحية
أنا شاب من عائلة محافظة وأسكن في محافظة الجيزة. نقطة. وليست لي أي تجارب عاطفية. أفكر في الزواج ولكني لا أثق في فتيات هذه الأيام. وأرجو أن تساعدني على اختيار فتاة أثق فيها ولا أندم يوما على الزواج منها. موجودة يا أخي فتحي حمودة، طلبك موجود بالتمام والكمال. فين؟ السلام، انتوا اتخلقتوا لبعض. الله، بعد الشغل خلص، يلا عشان توصيني في سكتك. مستعجله ليه؟ عادل منتظرها في لبس. عادل مين؟ انت سبتي انور؟ اصل يا ست اتاخر عليها مرتين. الراجل بيبان من مواعيده. كلام فارغ، ما عندكمش مبدأ. اسم الله على مبدئي. بكره تقع والمستخبي يبان. ايوه كده، يلا عواد. جهاردو ده بتاعي. اهلا ليلى. اهلا، الف مبروك يا لولا. على ايه يا دكتور؟ هاتي بوسه وانا اقول لك. وانا اتنين، واحده هنا وواحده هنا وانا اقول لك. عشان ايه ده كله؟ لا انا لك عريس نقطه. حسب ما تمنيتيه تمام. شوفي، فتاة حشمة وشاب بلا ماضي. بذمتك مش ينفع اسم فيلم؟ ازاي تبعت رساله زي دي للمجله يا بابا؟ انا ما بعتش حاجه، خالك عبد المنعم هو اللي بعت ياخد راي المحرر. عايزني اتجوز بالمراسله؟ وماله؟ بالمراسلة باللاسلكي ما تفرقش. الجواز عرض وطلب. انا مش هتجوز خالص، عن اذنكم. الله، واحنا تعبين روحنا كده ليه؟ نكونش احنا اللي هنتجوز؟ عاوز حاجه يا محترم؟ ها؟ متشكر. بس ممكن شوية مية؟ تشرب؟ لا، عشان العربية. يا سلام، من عينيا. صباح الخير يا عم جابر. صباح القشطه يا ست ليلى. مع السلامه يا ست ليلى. مع السلامه. الميه ساعات البيت. لا خلاص مش مهم. استنى هنا، انت ايه حكايتك؟ قول لي، صاحب الفيلا عنده بنات غير ليلى هانم؟ لا، وحضرتك بتسأل ليه؟ هي بتشتغل؟ ايوه، حضرتك بتسأل ليه؟ تشتغل فين؟ في الشركة العربية للراديو والترانزستور تيلي مصر. وحضرتك بتسأل ليه؟ لا ولا حاجة، متشكر. حضرتك مش عاوز تعرف المصنع فين اللي بتشتغل فيه؟ فين؟ في الهرم قدام الأوبرج. طب متشكر. صباح الخير. صباح الخير.
يا مدمزيل لو سمحتي، حضرتك زميلة الآنسة ليلى شكري؟ ايوه، في حاجه؟ لا أبدا، أصل كان في حاجه يا فندم؟ لا أبدا، أصل كان في واحد صاحبي أيوة. خطبها وبعدين بومبا، يعني فسخ الخطبة. قصدك هي اللي فسخت الخطوبه؟ ده قال لي إنها كانت بتحب واحد ويعني. ليلى عمرها ما حبت حد. أنت متأكدة؟ الا متاكده. هو صاحبك ده اسمه ايه؟ بعدين أقول لك، متشكر. يا استاذ، يا استاذ، هو انت صحيح بتحبي واحد من ورانا؟ ايوه كده، اظهر وبان عليك الامين. ايه الكلام الفارغ ده؟ وانا مالي يا اختي؟ واحد كان بيسأل عليكي وقال لي كده. وماله لما تحب؟ وهو الحب عيب؟ انا ما قلتش عيب، بس مين ده اللي سأل عليا؟ اسمه ايه؟ ما قالش اسمه. انا قابلته قدام المصنع، كان راكب عربيه بيجو زرقاء. بيجو زرقاء؟ يا ست ليلى، ايوه يا عم جابر. كان في واحد بيسأل على حضرتك الصبح. مين ده وعايز ايه؟ كان بيسأل حضرتك بتشتغلي ايه وفين؟ ما قالش اسمه ايه؟ لا، هو كان راكب عربية زرقاء. بيجو زرقاء؟ ايوه. بصي اهو الشاب اللي كان بيسأل على ليلى. الله، ده لطيف قوي. تيجي نعلقه منها؟ يا شيخه حرام عليكي، هو احنا عارفين ايه حكايته؟ هروح اقول لها. اوعى كده. ليلى، اهو الشاب اللي كان بيسأل عليكي هناك. انت يا سيادتك اللي كنت بتسأل عليا؟ أيوة. اي خدمة؟ طيب إذا سمحتي لإخواتي يلبسوا حاجة بس. ايه هو ده؟ كنت هتتحكم فينا؟ طب مش هنلبس. تسمحي نبعد شوية؟ عايز أيوة أكلم كده. الأخت على انفراد. اتفضل، خليكوا هنا. هو ماله مقفل كده ليه؟ نعم. أنعم الله عليك. متشكرة افندم. أنا المهندس كمال سالم، اللي كتب عني وعن حضرتك محرر مجلة الحياة الجديدة. هو انت؟ أيوة يا فندم. وعاوز ايه جنابك؟ كنت عاوز أعرف رأي حضرتك إيه في اللي انكتب علينا. اسفة قوي، انا مش موافقة. ليه يا فندم؟ أنا مستوفي كل الشروط. الله، هو بالعافية؟ لا طبعا، بس كان يسعدني موافقتك. الظاهر إني سقطت في كشف الهيئة. على كل حال أنا آسف جدا. مين ده يا ليلى؟ تصوروا الافندي ده كان عايز يتجوزني. اما عريس تحفه حقيقي. ده باين عليه دمه خفيف قوي يا ليلى، وشيك كمان. ياي ده باين عليه لبخه قوي. ولا يهمك، انا مستعده دردحهولك. افندم، من فضلك الدكتور شكري خالد موجود؟ نقول له مين؟ قولي له قاف جيم. نعم. اديله دول وهو هيفهم. اتفضل. دقيقة واحدة. اتفضل. الأستاذ قفعين يا سيدي. مين؟ طه. يوه، الكارت بتاعه اهو، اداني دول. بتقولي مين؟ طهزة؟ ده لازم العريس. عريس؟ يا ألف هنا، يا ألف نهار أبيض. بنت، انت اتجننتي؟ ألف
مبروك يا ست ليلى، العريس وصل. عريس؟ عريس مين؟ شاب زي القمر، وحياتك يا ست ليلى اوعي تفرطي فيه، ده باين عليه خام قوي. انا شخصيا ما عنديش مانع، شكرا يا عمي. انما في الحقيقه العروسه مش عاجبها طريقه الجواز بالمراسله. انا كمان يا عمي ما تعجبنيش الطريقه دي. انا كنت باعت اخد راي المحرر في مشكلتي، وبعدين فوجئت انه بيرشح لي كريمه سيادتك. بابا تعال يا ليلى، اقدم لك المهندس كمال سالم. قابلته. انتوا تعرفوا بعض؟ لا يا فندم، الانسه شافتني في النادي. تسمح يا بابا في كلمه؟ اتفضل يا فندم. معقوله ده ما يكونش له ماضي؟ وليه لا؟ اذا كانت دي مشكلته اللي بعتها المجله. يمكن بيكذب على المحرر. هو يكذب علشان ايه؟ هو كان يعرف ان واحده زيك بتدور على واحد زيه؟ خلاص نحطه تحت الاختبار. اسمع اما اقول لك، انا استحملت دلع كتير، موافقه عليه ولا لا؟ بابا كلمه واحده. انا اسفه، عن اذنك. اوه اتفضل استريح. اتفضل اتفضل. اسف مش هقدر ارد عليك دلوقتي. على كل حال حصل خير، وهي كل شيء اسمه ونصيب. القهوه يا بيه، ان شاء الله هكون من نصيبك. بنت. على كل حال عنواني وتليفوني موجودين في الكارت. لو الانسه ليلى غيرت رايها انا تحت الامر، وطبعا يشرفني نسبكم. مع السلامه. عنوانه وتليفونه اهو. هو اللي قالك كده؟ لا ده البيه. طب روحي انت. خدي كلميه، اختبريه، شوفي ايه حكايته. خدي. الو، من فضلك الباش مهندس كمال، قول له ليلى. ليلى؟ ليلى مين؟ نعم، خطيبته. الاستاذ لا خاطب ولا متجوز، ولا عنده وقت يكلم ستات، بتاع شغل وبس. ها اقتنعتي؟ انت عاوزه مين يا هاني؟ المهندس كمال سالم. ممنوع. ايه هو اللي ممنوع؟ ممنوع ستات تطلع عنده. انا اخته. اخته ولا امه؟ ما تبطلوا الحركات دي بقى، سيبوا الراجل في حاله. قصدك ايه؟ قصدي انت عارفاه. شوفي لك عماره تاني، السكان بتوعنا ناس يعرفوا ربنا. اتفضلي حل عنك. متشكرة. شفتي بقى؟ بس خلي بالك لا كوثر تعلقوا منك. وشرفك عرفتها على طول يا بيه، ومرمطتلك بيها الارض. طب متشكر. العفو يا بيه. لكن ايه الحكايه؟ مش عوايز حضرتك يعني. معلش، اليومين دول طوارئ. الحقيقه انت مثل كويس لكتير من شبابنا، وانا سعيد ان ليلى وافقت عليك. ربنا يستر. يستر؟ قصدي ربنا يتمم بخير. ايه رأي سيادتك نعلن الخطوبة
يوم الخميس اللي جاي. طب مش هتبعت لاهلك في اسكندريه؟ انا بقول كفايه نبعت لهم في كتب الكتاب. لا، وجود حد من الاهالي ضروري في المسائل اللي زي دي. امرك يا عمي. استاذن انا بقى. بلاش تكليف، خليك والله. ودي تيجي يا عمي. اتفضل حضرتك. انست وشرفت يا عمي. شكرا. مع السلامه يا عمي. الله يسلمك. كمال، ايه اللي جابك هنا؟ اتفضلي يا هانم، ما تفضحنيش. الله، مش دي البنت اللي بترقص في الكأس؟ ترقص؟ انا اصلي ما بروحش كباريهات، لكن اللي اعرفه انها زبونه وعاوزه توضب شقتها. شقتها ولا شقتك؟ اعوذ بالله يا عمي، شقتها طبعا. وهتعمل ايه بقى في شقتها؟ زخرفه، ديكور، شغل يعني. ربنا يديك العافيه. حضرتك فاهمني غلط يا عمي، دي حلوه جدا. نعم. قصدي دي اخلاقها عاليه جدا وعندها. واضح قوي. تحب اندهها لك تختبرها؟ اسمع يا ابني، مفيش داعي للف الدوران. انا برضه كنت شاب زيك في يوم من الايام. وعدني انك تبطل الحاجات دي. صدقني يا عمي، انا مش وش الحاجات دي، انا عايز استقر. يبقى خلاص، الخطوبه الخميس الجاي زي ما قلت. طيب واهلي يا عمي؟ لا اهلي ولا زمالك. السلام عليكم. مع السلامه يا عمي. يا رب يا مغيث تجعله اخر عريس، يا رب يا موجود تجعله اخر العنقود. ألف مبروك يا ليلى. مبروك يا حبيبتي، ألف ألف مبروك. الله، أنا شفت حضرتك قبل كده. لا ابدا، ما افتكرش. متأكدة إني شفتك. فين يا ربي؟ حضرتك مهندسه؟ استر يا رب. لا، يبقى ما تقابلناش. الله، الحمد لله. هفتكر وهقول لك. خلاص بقى يا هدى، افتكر على مهلك. اقول لك ايه، طلع الدبل بقى وخلصنا في ليلتك دي اللي مش فايته. حاضر يا عمي. أيوه افتكرت. افتكرت ايه؟ خليت العريس وقع دبل. تاخد بالك يا ابني. عارف فين الدبلة؟ اسف جدا. الدبلة فين؟ لا لو سمحت رجلك. فين؟ ايه ده؟ اوعى رجلك يا اخي. انعم. بصي، أول مرة أشوف عريس طلع من إيده الدبلة. معلش، ما هي نقت عريس غشيم. وطي صوتك. اهي لقيتها. شكري، اسمع نصيحتي يا شكري وافسخ الخطوبة دي فورا. كفلنا الشر. إذا كان الواد مش عارف يلبسها الدبلة، يبقى هيخلف منها عيال ازاي؟ شش.
تعالى بس يا احمد هنا. ايه اللي تزقني؟ مش كفايه خبيت عليها حكايه جوازك وكمان بتطردني؟ ارجوك ما تفضحنيش. ده انا هفضحك وبس، ده انا هلعلق. ابوس ايديك. افرض يا اخي اتحمقت عليك وطردتك من شقتي قمت تتجوز من ورايا؟ هو ده اللي مزعلك؟ طبعا، ولما ما كانش عم اسماعيل ما كنتش هعرف اجيلك. وقال لك مين العروسه؟ لا، ده اداني العنوان بالعافيه بعد ما لها بجنيه. انت مش عايزني اخش ليه؟ اوعى تقول انك صحفي. عشان ايه؟ اصل العروسه كانت مخطوبه لواحد صحفي وفسخت الخطوبه. فهمت؟ انت فين يا كمال؟ الاستاذ ابراهيم سلام صديقي أهلا. مهندس ديكور. مهندس ما شاء الله، والله برافو عليك اللي عرفت تفتح الواد ده. اصلك ما تعرفيش ده قبل ما يتجوز ده كان عاوز ايوه مظبوط، كنت عايز واحده في اخلاق ليلى. باين عليها كامله من كله، اخلاق وجمال. والله خساره فيك. من لسانك وبلاش تتكلم عن اخلاقي. ها تدفع كام؟ اتفضل. زي ما انتوا، اوعى حد يتحرك، وانت بالذات تتحرك هصور فيلم يعني. ايوه ايوه صباح الخير. خير. ايه الحكايه؟ هنزل عندك لحد ما اتجوز. والمناسبه؟ خايف على نفسي من الفتنه يا ابو حميد. فتنه؟ خايف لو واحده من اياهم تطب عليا وتقلب كياني. والله وتصلحنا قوي يا قمر. الفضل كله يرجع لك انت يا ابو حميد. ليه انا؟ بصراحه ما بلاش العنف ده. بصراحه انا الشاب الخجول اللي بعت لك جواب على المجله ونصحته انه يتجوز البنت اللي من غير ماضي. يا نهار ابوك اسود. عجبتك الخطه مش كده؟ خطه؟ ده تزوير، ده نصب، ده احتيال، ده افتعال في ملابس البلاقط. يا سيدي ما تدقش، الحمد لله اهي عدت على خير. وكمان راح تلبسني العمة قدامهم وتقول عليا يا باشمهندس؟ طب ازاي فاتت عليا الحكايه دي؟ ده انا طلعت باش مغفل حمار. يا سيدي جل من لا يسهو. اخرس. الجوازه دي لا يمكن تتم. حرام عليك، ده انا واخد الموضوع جد. جد؟ عليا انا الكلام ده؟ بكره تاخد مزاجك منها وترميها زي غيرها. لا، يبقى لازم تقول لابوها على الحقيقه. ان كان على ابوها هو تقريبا عارف. وهي هتفضل على عمها؟ وانت مالك انت يا اخي؟ انا مالي؟ التليفون فين؟ هتعمل ايه يا مجنون؟ هقول لهم اذا كانوا عايزينك يقبلوك على عيبك. قول يا طايش، النمره كام؟ انطق. يعني انت مصمم تفضحني؟ ما هو لو ما قلتش هروح لهم بنفسي. حكم عقلك يا احمد. النمره كام؟ 8 1 2 7 8 4. مين؟ 4. سلام عليكم، انا رايح الشقه. كمال. كمال. نعم. استنى يا ابني. توعدني ما تلعبش بديلك؟ لو لعبت اكشفنا عند ليلى. طب بوس ايدي. وابوس الجزمه كمان. لا، تبوس القدم وتبدي الندم على غلطتك في حق الغنم. ابوس القدم وابدي الندم على غلطتي في حق الغنم. ابو الوفا ابو الوفا يا حبيبي يا احمد. طرفشني ده ضحك كبشو يا محلى مرقة لحم كبشو يا عكشو. مساء الخير يا ولاد. اهلا خالي. مساء الخير يا دكتور. اتفضل. لا 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 لا، مفيش داعي اقطع عليكم خلوتكم. ها؟ لا ابدا، ما فيش خلوه ولا حاجه. مفيش خلوة ولا حاجة؟ بقى معاك واحدة خلوة وزي القمر وتقول لي لا خلوة ولا حاجة؟ ليلى، ممكن استلف منك عريسك دقيقتين؟ خليكوا على راحتكم. اتفضلي.
ميرسي يا خلوه. خير يا دكتور؟ خير ايه وهباب ايه؟ انت يا واد انت ايه اللخمه اللي انت فيها دي؟ لخمة ايه؟ لخمه ايه؟ في حد يبقى قاعد مع عروسته وبينه وبينها 20 متر؟ اعمل ايه بس؟ تعمل ايه؟ قول لها كلمه حلوه. زي ايه؟ زي هو انت اللي عليك اعمل ايه زي ايه؟ قول لها مثلا شايفه القمر يا ليلى؟ انت زهرة حياتي، انت عمري، يا خارجه من باب الحمام وكل خد عليه خوخه. امسك ايدها، اتحرك، بوسها يا اخي. اسمع، انت ما بتسمعش افلام؟ بتصنط. ما بتشوفش اغاني؟ بشوف. خلاص. اتفضلي يا ستي، استلمي العهده. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحكايه؟ شايفه القمر يا ليلى؟ قمر ايه؟ احنا في عز الظهر. عارف، وماله؟ انت زهرة حياتي. نعم؟ انت زهرة حياتي، انت عمري. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ يا خارجه من باب الحمام وكل خد عليه خوخه. اللي بتعمله ده يا كمان؟ خالك هو اللي قال لي اعمل كده. خالي؟ اسود. خالي تسمح يا سبا تقول للدكتور عبد المنعم يبعد عن خطيبي؟ منعم، انت عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. يا الحق عليا، عايز ادردح. ارجوك، انا عايزه كمال يفضل على اخلاقه. اخلاقه؟ ما تنفعش. ازاي؟ الله، امال هيخلفوا لنا عيال ازاي؟ انابيب؟ عامل لك فنجان قهوه معتبر، بس ما تاخذنيش. كل الفناجين اللي عندي ودنها شمال. بتدور عليها عندك؟ عاوز جواباتك. يعني افترقنا خلاص؟ افترقنا ايه يا اخي؟ الجوابات اللي كنت بتكتبها للبت ساميه زميلتك في الكليه. عندك في الدرج اللي على ايدك اليمين. الدرج مقفول بالمفتاح. انت عاوزها ليه؟ عاوز اعرف اقول ايه لليلى. اهلا. افهم من كده ان الدون جوان فشل؟ اعمل ايه؟ اول مره اجرب الحب العذري. تصور، قابلتها 5 مرات ولحد دلوقتي مش قادر ابوسها. وتبوسها ليه؟ عاوز افتح احاسيسها، اعلمها الحب. دي بليده قوي. هي مش بليده، دي عندها اخلاق. يعني هفضل احبها من بعيد لبعيد؟ اكتب لها جوابات زي سيادتك واحطها في الدرج؟ انت ازاي كنت صابر على كده؟ ما حاولتش تبوس ساميه بتاعتك دي ولا مره؟ ما حاولتش ابوسها ولا اكلمها. وبطل بقى تجيب سيرتها على لسانك لكي لا تندم. يا اخي بلا نيله، بطل انت الرومانسيه بتاعتك دي. ده حيوان بيجري ورا غرايزه. الحب عندي الهام. تقدر تكتب جواب واحد زي اللي كنت بكتبهم؟ انا عاوز اكتب كتابي واتجوز واقضي شهر العسل. ان شاء الله هتتكشف قبل ما تحقق الامل ده. انا غلطان اللي بفتح لك قلبي. اذا استطعت ان تخدع بعض الناس بعض الوقت فلن تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. افادكم الله، انا هتصرف. الله، انت ما بتعرفش ترقص دي؟ في الحقيقه كويس اني عرفت ارقص الرقصه اللي فاتت. اتفضلي. كمال، افندم، انت متأكد ان ما كانش ليك اي علاقة بواحدة تانية قبل مني؟ انت عايزه صراحه؟ انا كان ليا علاقه بواحده وكنت بحبها قوي. ولسه بتحبها؟ ايوه. وتطلع مين بسلامتها؟ امي. اخفى عليك، كنت هتضيع نفسك. وده معقول؟ ده انا ما صدقت لقيت. بس خايف يجي يوم وتروحي مني. بتقول كده ليه؟ عشان كنت هتضيع مني دلوقتي في نكته. لا يا كمال، انت شاب كويس، كويس قوي. ربنا يخليكي. كل ما اتصور ان انا اول واحد في حياتك بشعر باحساس غريب، احساس عمري ما شفته. ليلى. كمال، ايوه افتكرت شفتك فين.
ايدي ايه مالك؟ ايدي. ياه، كويس كده. انا اسفه. طب هات الميكروفون بسرعه. طيب. سلامتك يا حبيبي. ربنا يخليكي ليا. ما يزيدش سنه عن سنه يبعت لي والجوائز ايه؟ الجائزه الاولى 100 جنيه والثانيه 50 جنيه. انت قاعده بعيد كده ليه؟ ابدا، عشان تاخد راحتك في القعده. ازاي ابقى مرتاح وانت بعيد عني كده؟ ما انا بيني وبينك اهو، مفيش. برضه مسافه. ما تيجي هنا. ايه مالك؟ سلامتك، لسه الجرح بيألمك؟ تعبني قوي. يمكن الرباط اتفك. شوفي كده. لا ابدا، كويس. ايه تاني؟ خليكي ماسكه ايدي شويه. عشان ايه؟ بحس براحه وانت ماسكاها. انت بتتدلع. هو عيب لما اتدلع عليكي؟ انت مراهق. المراهق اصدق واحد في عواطفه. دي عواطف ساذجه. كان حقي بقى خطبت واحده خبيره تعلمني. لا يا شيخ. اعمل لك ايه؟ ما احنا لازم نشجع بعض. ايه ده؟ نشجع بعض على ايه؟ على الحب. لا، انا يظهر اتخمت فيك. عشان ايه؟ كلامك ده ما يطمنش. انت عرفت الحاجات دي منين؟ من من التلفزيون. بصي شوفي. كمال، كمال، كمال. تعالي ناي النهارده بغيب يعني. ايه؟ مش مروحه معانا؟ كمال هيعدي عليا. هو موعدك هنا ولا ايه؟ لا. هو ايه اللي ولا؟ مالك متلخبطه كده ليه؟ سيبيني في حالي والنبي يا سهير. ايه حكايتك؟ ما انت طول عمرك تقيله. ايوه. ليلى، كمال اهو. ها؟ عليكي واحد. باي باي. نادي تعالي. ايوه حاضر حاضر. اهلا يا ست ليلى. كمال سأل عليا. هو يقدر يستغنى يا ستي؟ سأل امتى؟ ضروري هيسأل يا ستي. احضرلك الغدا؟ ماليش نفس. ليه؟ الو. نمرة غلط. غلط. مالك يا ليلى؟ انت بتعيطي يا بنتي؟ لا. حصل حاجه بينك وبين كمال؟ انت اللي غلطانه ولا هو؟ مش عارفة يا بابا. طب قولي لي حصل ايه وانا اقول لك. مش عارفة اقول لك ايه يا بابا. هي حاجة تافهة. انا ما بقتش عارفة الصح من الغلط. انا خايفة، خايفة يا بابا. انا عارف انك داخله على تجربه جديده، بس مطمن ان عمرك ما هتغلطي. ها، تحب اكلم لك كمال ولا اسيبكم تتصافوا مع بعض لوحدكم؟ لا خلاص. اهلا وسهلا انسه ليلى. انسة؟ امال حضرتك ايه؟ امين شرطه اسم الله؟ بتتريق حضرتك؟
انت اللي عايزاني اعاملك رسمي. ممكن اعرف ما بتسألش عليا ليه؟ بصراحة خايف انضرب. انت تستاهل 100 قلم. وانت تستاهلي 100 بوسة على مجيك هنا. لو قربت مني هعمل لك فضيحة في المكتب. عيب، ده انا خطيبك. انا اتخطبت 3 مرات، محدش عمل زيك. علشان محدش حبك قدي. انت فاهم الحب غلط. صدقيني، احنا بنعيش احلى ايام حياتنا ولازم نتمتع بكل دقيقة فيها. احنا اتحرمنا كتير ولازم نعوض اللي فاتنا. المصيبة اني بصدقك. اسمعي، عندك مانع نقضي يوم الجمعة سوا؟ شوفي اقول لك نكتة اتقالت على 2 زينا؟ حاجه ساعه استهانم. اوه، وده وقته يا اخي. كمال، كمولة. مين الست دي؟ ست مين؟ اللي كانت بتندهلك. هو كان في حد بيندهلي؟ ايوه، واحدة ست راكبة تاكس. هو فين التاكسي؟ كان في الإشارة. يا فين الإشارة؟ ما انت كسرتها. أبدا، الإشارة كانت مفتوحة قدامي. اتكلم قوام، عايز تهرب منها ليه؟ أنا؟ أهرب من مين؟ الست اللي كانت في التاكس. الله، هو فين التاكسي؟ لا، انت عايز تجنني؟ يا ستي بطلي أوهام بقى. أوهام؟ طبعا أوهام. معاك حق، يمكن كان بيتهيألي. شور بيتهيألك. أحمد، اصحى يا أبو حميد. أحمد، اصحى يا أحمد. اصحى بقى، اصحى اصحى. يوه يا اخي قلت لك بلاش. يوه اصحى بقى يا أخي. نعم. ايه؟ نعم. سمعت نشرة الأخبار؟ ايه اللي حصل؟ كازانوفا انتصر. قلت لك يا اخي بلاش العنف ده. ليلى سلمت. ده مغرور. تصور عزة قابلتنا في السكة ونادت عليا وشافتها ليلى، ومع ذلك قدرت اكلفتها، خليتها تقتنع بان اللي سمعته وشافته اوهام في اوهام. حقيقي الحب اعمى واطرش كمان. واخرة ده كله ايه؟ هتجوزها. انا حبيتها بجد بجد؟ بجد بجد. يا سلام على الحب، امتع شيء في الوجود. انت لازم تحب يا احمد. الحب حاجة تانية غير اللي بتناقشه على الورق. صباح الخير. أهلا. اتفضلي يا ليلى. ما كانش في داعي تتعب نفسك، أنا ما استاهلش منك ده كله. الله، ايه الحكاية؟ مالك يا ليلى؟ أنا ما استاهلش حبك يا كمال، أنا خدعتك. خدعتيني؟ أنا كان ليا ماضي. ماضي؟ قصدك كان ليك علاقة بواحد قبل مني؟ ايه، مش علاقة طيار يعني؟ للأسف لا. يعني ايه؟ اتكلمي. ما اقدرش. علشان كده كنت بترفضي الخطاب وخايفة تتجوزي. أرجوك ما
تفضحنيش يا كمال، انت اول واحد اعترف له. انا مش مصدق وداني، مستحيل انت يحصل منك كده. سامحني يا كمال، استرني الهي يسترك. انا هتجنن بقى، انا اللي عرفت بنات اشكال والوان بعد ده كله تيجي انت تخدعيني؟ ازاي انا وقعت في المسيره دي؟ ازاي؟ ما يقع على الشاطر يا باشمهندس. بتتريقي؟ طبعا، عشان كل اللي قلته لك كذب في كذب في كذب. كذب؟ ايه الهزار البايخ ده؟ ده مش هزار، حبيت امتحنك يا منافق يا غشاش. انت فاكرني هبله وفاتت عليا حكايه الست اللي في التاكس؟ مين اداك الحق تتمتع قبل الجواز؟ وفي الاخر جاي تتجوز واحده حرمت نفسها من كل حاجه وما عملتش زيك؟ ما تتكلم. ما كل الرجاله بتعمل كده. باي حق، باي قانون، باي دين؟ كل البنات بتتجوز الشبان وهي عارفه ان لهم تجارب وعلاقات قبل الجواز. الكلام ده كان زمان، البنات دلوقتي اتحررت وبتشتغل ومش مجبره انها تتجوز اي شاب. في بنات بتشتغل وبرضه بتقبل تتجوزهم، على الاقل بيصارحوا بعض قبل الجواز. ما انا كنت ناوي. يا سلام، وكنت فاكرني هسامحك. اللي يحب ممكن يسامح. انا مش مستعده اتخلى عن مبدئي، الجوازه دي مش ممكن تتم. روح كلم بابا وافسخ الخطوبه. طب اقول له ايه؟ اخترع له اي سبب، ما افتكرش ان حضرتك هتغلب في كدبه. يعني اقول له اني اكتشفت اني ليكي ماضي؟ صحيح انك بجح وانت معقده وانت منافق، انت مغروره. نزل ايدك. طب لمي لسانك. اوعى كده. بحبك يا مجنونه. ألف نهار أبيض، أنا قلت كده برضه. بحبك يا مجنونه. نزل ايدك. الليمون يا ست هانم. غوري من وشك. هو جرى إيه يا بيه؟ ما انا اقول ابو الجواز على سنينه. يا اختي حلو الملامح بالرمش حلو الملامح بالرمش
2 ويسكي. واحد بس، معاه كوبايه فاضيه. البت دي ناوية على شر، بس توصل الشقة. رموش الضحايا اسمعي ان انت سنها بره على مدفع الحساب. اوعى تزوغ مني. اهربي بسرعه، كمال جاي ينتقم منك. وماله؟ الانتقام لذيذ. اسمعي الكلام يا بنت الناس، افهميني. انت كمان عايز تخطفها مني؟ مش كفايه صاحبك؟ اخطف مين يا محترم؟ انا جاي انقذها. شو؟ انا رايح اتعشى وجاي. قدامي. صاحبك بيفسحوه. احسن. تعالي. لا انا زعلانه منك. مش عيب تخوني وتروح تتجوز يا مجرم؟ هو انا لسه اتنيلت؟ تعالي. والعروسه دي بقى احلى مني يعني؟ حكايتك بالظبط؟ البنت دي عملت فيك ايه؟ يابا خوفتني. ما انت السبب. قد كده متشعلق بيها. طب خليها تنفعك بقى. اهلا اهلا استاذ احمد. اتفضل انت. حاضر يا فندم. اتفضل يا استاذ احمد، اتفضل اقعد، اتفضل. شكر يا فندم. ايه سلامتك؟ الله يسلمك يا فندم. طبعا الورم ده من كتر السهر في قرايه جوابات الباب. والله يا فندم الباب ده قرب يجيب اجلي، ما بينقفلش الا على عينيا. انا لقيت لك شغله تريحك. مين اللي قال اني تعبان يا فندم؟ تقبل الشغله ولا احول المحضر للنيابه؟ محضر يا فندم. محضر الخناقه يا استاذ. مندوبنا شاف الفضيحه اللي انت عملتها في الكباريه. اتفضل يا استاذ استلم شغلك في قسم الحوادث.
سلام على بجاحتك. وكمان جاي لك نفسي تلعب بيانو. اعمل ايه؟ حيران في دنيا الخيال ومحروم من الذكريات. تسمح تفارقنا قبل ما اقتلك ويبقى اول خبر انشره في صفحة الحوادث؟ ليه؟ حصل ايه؟ ترقيت. مبروك. مبروك؟ سحبوا مني الباب، نزلت قسم الاجرام وده كله من تحت راسك. طب اعمل ايه دلوقتي في مشاكل؟ اروح للمحرر الجديد اللي سلم مكانك؟ تروح له تهبب ايه؟ عاوز اشوف لي حل مع ليلى. انا واثق ان ليلى بتحبني. يا سلام، وهو ده بقى اللي هيحل لك مشكلتك؟ يبقى مفيش غيرك اللي هيقدر يلم شملنا. يعني عايز اعمل ايه؟ تروح تقابلها وتقول لها كلمتين يعقلوها. بأي صفة؟ بصفتك صاحبي الباشمهندس، الراجل العاقل المتزن الرزين اللي بيفهم في لغة العواطف. اكيد هتقدر تأثر عليها، وليك عليا بقى ابقى زخرف لك شقة العدل بعد عمر طويل ان شاء الله. بشرفك هتزخرف لي شقة العدل؟ ده وعد. عيب اني ضعيف امام المشاكل العاطفية. صباح الخير يا أنسة ليلى. ما تتعبش نفسك، انا عارفه انت جاي ليه. ما شاء الله، انت ذكية جدا بالرغم انك ما شفتنيش غير مرة واحدة. انا اسفه قوي، ما اقدرش اغير مبدئي. اسمحي لي اقول لك، مبدئك ده شاذ. طبعا لازم تقول كده، ما انت راجل زي كمال. اولا انا مش راجل، قصدي مش زي كمال، انا انسان صادق. هقولك على الحقيقة. حقيقة ايه؟ انا احمد عبد السلام، محرر باب حكم عقلك. ايه؟ يعني كنت تعرف كل حاجة عنه ومع ذلك سبته يخدعني؟ جدي للحق، انا اتورطت زيك. انا هرفع عليكم قضية وهقفل لكم المجلة. ارجوكي صدقيني، اللي حصل ده كان غصب عني. بلاش تضيع مستقبلي. انا مستعدة اسامحك بس بشرط. اشرطي زي ما انت عايزة. تحب اشرب لك سم بيروسول دلوقتي؟ لا، تخلصني من خطوبة كمال. هخلصك، واذا فشلت ابقى عيل. اتفقنا. ترد عليا امتى؟ النهارده، امبارح. قدامك لبكرة، ونتقابل هنا في نفس المكان ونفس الميعاد. وهو كذلك. خسارة في جدته. تسمح تفسخ خطوبتك مع ليلى والا هقتلك. ليه بس؟ حصل ايه؟ كشفتني، هترفد، هتسجن. العروسة بتاعت سيادتك هترفع قضية على المجلة. انت برضو بتخيل عليك حركات البنات دي. حركات ايه؟ دي بتتكلم جد. انا بقى فاهم طبع البنات اكتر منك انت. انت مغرور، لازم اقتلك. انا لازم اخلص البشرية من امثالك. طيب انا هروح لابوها وافسخ الخطبة. النهارده؟ امبارح. بتقول كشفتك؟ والله برافو عليك يا ليلى، البنت دي في منتهى الذكاء. يعني ايه؟ هتغلبنا احنا الاتنين؟ اسمع، اذا كنت عايزها بصحيح روح اتصرف معاها. ما هو انا مش قادر. مش معقول، ده انا وافقت عليك عشان لقيتك واد مدردح. طب سيبنا اتصرف انا بقى، عن اذنك. ربنا يستر. مبروك. بابا وافق على فسخ الخطوبة؟ بكل اسف. مش معقول. مش معقول ليه؟ مش ده اللي كنت عايزاه؟ ايوه، بس انا عارفة بابا كويس، مش ممكن هيوافق بالبساطة دي. اقدر اعرف قلت له ايه بالظبط؟ بصراحة ما قدرتش اكلمه، قلبي ما طوعنيش. هو اللي زيك له قلب؟ يا ليلى من فضلك، انا بكرهه. كلكم صنف واحد، انت وكمال وبابا. طول عمرنا مش عارفين ناخد حقنا منكم. تعرف انك صعبان عليا قوي. انا مش عايزه شفقه من حد. انا مش بشفق عليك، انا مقدر موقفك وبحترم مبادئك. يا ريت اقدر اساعدك. انت بتبصي لي كده ليه؟ انت باين عليك انسان عاقل. متشكر. وصريح. الله يحفظك. اسمع،
انا لازم اقابلك تاني. عشان ايه؟ عشان لازم اقابلك. اذا كانت مقابلتي هتريحك انا تحت امرك. هنتظرك بكره في نفس الميعاد. امرك مطاع. عن اذنك. مع السلامه. بنت ممتازه. ايه وصلتم ليه؟ لسه شويه، طبخه ناقصه غلوه. يعني هتقابلها تاني؟ اعمل ايه عشان خاطر عيونك؟ لا وانت صادق، دي بتجر رجلك وتدحلبك علشان تخليني اغير. هو ده اخر سلاح في ايدها. يعني انا كوبري؟ معلش يا ابو حميد، استحملها لحد الازمه ما تعدي. انا لا يمكن اقابلها تاني. لا روح عشان خاطري، ولو حاولت تستغل عواطفك صدها، اوعى تضعف، انا هراقبك. انا قلت مش رايح يعني مش رايح. قول لي يا استاذ احمد، حلوه قوي استاذ دي. انت صحيح مالكش ماضي؟ الماضي بتاعي يهمك في ايه؟ جاوب على سؤالي من فضلك. انا ليا ماضي زي الزفت. ها؟ انا عشيق الليدي مكبس ورايا وسكينه كمان. انا دون. ايه؟ دون جوان. انت كذاب. انت قلت لي في اول مقابله انك مش زي كمال. يا نهار اسود، الواد شافنا. واد مين؟ يلا بينا ما توديناش في داهيه. ما تفهمني ايه الحكايه؟ الظاهر كمال بعت ورايا جاسوس عشان يصورنا. عشان ايه؟ عشان بيشك فيا. بقى كده. ارجوكي خلصوني من الموضوع بتاعكوا ده. انا عشت طول عمري في حالي، حتى الحب كنت بتعامل معاه على الورق. عمري ما دخلت في علاقه مع واحده عشان ابعد عن المشاكل. ده انت لقطه. يا ريتني كنت قابلتك من زمان. نعم. هقابلك بكره برضه هنا. عارفين يا استهانه، انا مش جاي هنا تاني. لو اتاخرت عن الساعه 4 هجيلك المجله، مفهوم؟ مجنونه وتعملها. اهلا يا ستي، تعالي. الف مبروك يا ستي، الباش مهندس هنا وبيتكلموا في العفش وكاتب الكتاب والذي منه. ازاي تتفقوا على حاجه من غير ما تاخدوا راي؟ يا ست احنا كنا بنتكلم في الشكليات، لكن انت اللي هتنقي العفش وانت اللي هنكتب كتابك. اتفضلوا اتفقوا على اللي انتوا عايزينه وانا عليا التنفيذ. متشكر قوي يا عمي، ربنا ما يحرمناش منك ابدا. العفو يا ابني. شكرا يا عمي. لولا مساء الخير. الباقية في حياة كبريائك. كمال، نعم. انت فاكر انك تقدر تتجوزني غصب عني؟ انت اكيد في عقدة في حياتك مخوفاكي من الجواز. انا مش خايفه من الجواز، انا هتجوز احمد. احمد؟ احمد انسان نبيل. بس ده خيبة قوي. ما هو ده اللي بدور عليه. ولحقت تحبيه؟ اللي هيربط بيني وبين احمد اقوى من الحب. اقوى من الحب؟ ايه؟ الماضي الابيض؟ هو ده مبدئي. لو رجعت في كلامك مش هتلاقيني تاني. اللي يفكر بالعقل عمره ما يندم. عينيك الحلوين هتدبل من البكا. هبقى احط لهم قطره. الليل هيطول عليكي. هبقى اخد منون. انا صبرت عليكي كتير وانا زهقت منك. انا هخرب بيته. احمد فين؟ جوه بيلبس. اهلا يا كمال. تعالى هنا. ايه؟ انا عايزك في موضوع مهم. خير ان شاء الله. احنا بقينا اصحاب قد ايه؟ قول 20 سنه. عزمتك فيهم على الاكل كام مره؟ ما تعدش. سلفتك ولا رديتش اللي عليك ليا قد ايه؟ وبعدين ما تكسفنيش امال. ولما انت وشك كسوف ازاي تكون عشرة 20 سنه؟ ها؟ انت اتفقت مع ليلى على ايه؟ ما اتفقناش على حاجه. امال هي بتقول هتتجوزك ليه؟ الله، هي قالت لك كده؟ ايوه. انت متاكد؟ ايوه متاكد. عن اذنك بقى. ما انتش منقول من هنا. ما بلاش العنف ده. انا اول مره تعصى عليا واحده في حياتي. يا سيدي ما تدقش. ثم دي ما راحتش لحد غريب، غيصت عليك وجت لصاحبك. برضه زيتنا في دقيقنا، ولا يعني الكحكه في ايد اليتيم عجبه. لكن دي خطيبتي. يا اخي احمد ربنا انها مش مراتك، والا كنا وقعنا في مطب مش هتخلص منه. يا عالم انا هتجنن. صدقني يا كمال، هما دايما اللي بيختارونا مش احنا اللي بنختارهم. اذا كنت زعلان انا مستعد ابعد عنها. هنخسر بعض عشان واحده.
وعلى كل روح قابلها، يمكن توافق. لا خلاص، قابلها انت. معلش، روح انت الاول. لا لا لا، روح انت. يلا. لا 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 لا، انت الاول. قلت لك روح انت الاول بقى. تيجي ما نروحش احنا الاتنين؟ يا اخي روح بقى وخلصني. يعني انت مسامح؟ ايوه. يا حبيبي يا كمال. روح بقى كمل لبسك عشان تبان اخر شياكه. ما انا لابس اهو. القميص يا بني ادم. هتروح كده؟ وانا اقول السقعه دي داخله منين؟ عن اذنك. ست ليلى، واحد ساب لك الظرف ده. كم شعرت بالسعادة وأنت تجلسين بجانبي في مدرج المحاضرات، وحذاؤك المكساة يدوس على حذاء البنص. أهلا أنسة ليلى، اتفضلي. اتفضل يا استاذ، الماضي بتاعك. مين اداك الحاجات دي؟ بابا نويل. لازم رفيق السوق كمال. يعني الحكايه حقيقي؟ يا كذاب يا غشاش يا منافق. أرجوك، أنا مش كده. مش كفايه خليت كمال يجدعني؟ وحياتك عندي دي جوابات كنت بكتبها لنفسي. واحد أهبل تقولي إيه؟ يا سلام، والصور دي كمان كنت بترسمها بايدك؟ انتوا جنس ايه؟ كلكوا زفت زفت. خلاص مفيش راجل واحد ملوش ماضي. انا هتجنن. أرجوك ما تفقديش الثقة فيا بسرعة كده. أنا مستعد أبعتك لسامية صاحبة الصور دي، وهي هتقول لك إن عمري ما كان بيني وبينها حاجة. وهي ساكنه فين؟ عنوانها ايه؟ اتكلم. الدقي، شارع المساحة. نمره كام؟ مش فاكر. نمره كام انت؟ نمرة 5. يا ليلى هانم استني أرجوك افهميني. طب حسبي من جوزها ده شراني. الواد لسه باللافه وعامل له زيطه وزف. الواد لسه باللافه وعامل له زيطه وزف. ونحل العقل السكسك منه شبابه. استحد حبه ادي الواد لابوه. ويا عيني الواد بيعيط صعبان عليا الواد. ما تشيل الواد من الارض الواد عطشان سوق. الواد ده لسه صغير قاعد في اللفه صغير. الواد ده لسه صغير قاعد في اللفه صغير. ودخلنا العقل اتحير منه شبابه. استحد حبه ادي الواد لابوه. ويا عيني الواد بيعيط صعبان عليا الواد. طب شيل الواد من الارض الواد عطشان سوق. ويا عيني عالاسكندريه ودي فيها البت ماريه. ويا عيني عالاسكندريه ودي فيها البت ماريه. ما تجيب الواد من وسطه ادي الواد لعروسته. ما تجيب الواد من شوش ادي الواد لعروسته. صعبان عليا الواد الصحة حمو ادي الواد لابوه. ويا عيني الواد بيعيط صعبان عليا الواد. ما تشيل الواد من الارض الواد عطشان سوق. يلا يلا شيل الواد ده خش جوه احسن يكون في حد غريب بره. مدام ساميه موجوده؟ ايوه يا فندم اتفضلي. ممكن اقابلها؟ اتفضلي اتفضلي جوه. متشكره. ساميه يا ساميه. ايوه. في واحد عايزاكي. مين؟ معرفش اول مره اشوفه. جوه. طبعا حضرتك ما تعرفنيش. انا جاي اسالك عن واحد تعرفيه. مين؟ احمد عبد السلام النجواتي. احمد عبد السلام النجواتي؟ الاسم
الاسم ده مش غريب عليا. ده كان زميلي في الكلية. لكن بتسأليني عنه ليه؟ اصله طالب ايدي. بس أنا مفتكرش أقدر أفيدك. أنا ما كملتش وسبت الكلية بقالي 7 سنين، ومن وقتها ما قابلتش أحمد. امال احمد اداني العنوان ده ازاي؟ لازم فاكره من أيام الكلية. أصل دي كانت شقة ماما وأنا اتجوزت فيها. من غير احراج، كان في بينك وبين احمد علاقة؟ علاقة؟ علاقة يعني إيه؟ كان لازم تحرقيهم مش ترجعيهم له. جوابات ايه يا ساميه؟ لا ولا حاجة. ولا حاجه ازاي؟ امال ايه حكايه الجوابات دي؟ تسمحي؟ لا خلاص مفيش داعي. تسمحي؟ دي حاجة خاصة بيها يا مختار. خاصه بمين؟ ارجوك مش كده، عن اذنك. حبيبتي ساميه، مين اللي كتب لي الجواب ده؟ ده خطيبها، كان كاتبه لوحدة وافتكرتها أنا. ولما مش انت كانت جايه لك ليه؟ انت بتستخبريني؟ العب يلا هو ده ورقه انا دوت جنيه حاسب سيجاره رصعت ليه الورقه انت يا شاطر الله ده كلام تهزروا؟ وراها اجري اركب وراها بسرعه هي فين؟ ايه مين؟ فين؟ معرفش. ست داخله هنا دلوقتي؟ معرفش. هي فين؟ فين؟ يوه فين؟ الله فين؟ فين؟ لازم طيب ايه في ايه؟ الحق يا سيدي الحق. ايه؟ حضرتك صاحب البيت؟ ايوه. ليك بنت مخطوبه؟ ايوه. عايز اعرف مين خطيبها؟ عشان ايه؟ اسمه ايه؟ الوانه ايه؟ ليه حصل ايه؟ في شغلك؟ ولد. بتقولي بابا اداله ايه؟ عنوان خطيبك. يا نهار اسود، كمال هو في غيره يا ستي؟ ايه الحكايه يا ليلى؟ الراجل ده طلب عنوان خطيبك ليه؟ عشان يقتله. يا لهوي يا ميلة بختك يا ستي. عاوز يقتل كمال ليه؟ هو مش عايز يقتل كمال، هو عايز يقتل احمد. احمد؟ احمد مين؟ صاحب كمال. انا مش فاهم حاجه. اصل احمد كان بيحب مرات الراجل ده. وايه دخل كمال في الموضوع ده؟ ما هو انا رحت قابلت مرات الراجل ده عشان اسالها عن الجوابات. جوابات ايه؟ الجوابات اللي كان بيكتبها احمد لمرات الراجل ده. الله، دخلك انت ايه في الموضوع ده؟ وبعدين افهمك يا بابا. لا يا فندم، الاستاذ كمال مش موجود. امال راح فين؟ الو بقول لك انت راح فين؟ راح عمارة الدقي. في انهي هدايه في الدقي؟ الله ايه لزوم الحاجات دي؟ ما انا سبت لك عزه وخلاص. عزه مين؟ انا دلوقتي في مراتي. ايه اللي بينك وبين مراتي؟ مراتك مين؟ انت هتستعبط؟ مراتي كنت بتكتب لها جوابات. هو حضرتك جو ساميه؟ انت واسمها قدامي؟ الله، انا عمري ما شفتها. ما عرفت اسمها منين؟ تستخفني؟ وانت ابوك.
رايح. يا نهار اسود، ايه ده؟ هو حد يقرب لي؟ انا معايا وحش ياكل وسلط. يا اخي تنيل. معلش، قول لهم الحقيقه يا ابو حميد احسن هيقتلوني. عمي يا صاحب الجمال، ارحمني ده انا ليلي طال، يا سيدي شوف لي جمال يا رايق على قد الحال، يا عينيا يعوض صبري اللي طال. عم يا صاحب الجمال الجمال، الصح يدحم بوه يدي الواد لابوه، الصح يدحم بوه يدي الواد لابوه، ويا عين الواد بيعيط صعبان عليا الواد. سلام عليكم. شيل الواد من الارض. ورا ورا رجاله. ايه في ايه؟ الله، غريبة. ايه مين دول؟ انتوا مين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم ايه اللي بيحصل هنا. ايه اللي الله؟ احمد استنى. انت مين انت؟ احمد استنى عايزاك. يا اخوانا، يا اهل الدار، يا اهل الدار، يا قوم، يا قوم، ان هذا الحمل بريء براءة الذئب من بني يعقوب. ومش هو اللي كتب الجوابات؟ امال مين؟ بص في الصورة دي كويس. هو انت؟ ايوه انا، بس صدقني انا كنت بكتب الجوابات دي لسامي هانم واحنا زملاء في الكليه، وعمرها ما استلمت ولا جواب واحد. كنت بكتبهم لنفسي. وايه اللي خلاك تبعت خطيبتك بالجوابات دي؟ اهو وضبوه. يعني في ايه؟ في ايه؟ وبعدين في جوز العجول دول، وبعدين سيبوه، انا اللي خدت الجوابات ورحت من وراها. اسأل مراتك عن حكايته معاه. انت كمان عايز تستخبريني؟ ده انا استخبر البلد. وجاي تحاسبني على شويه جوابات وصور وسايب مراتك وقعدت تتصرمح مع الرقصات يا هلاس. خلاص بقى، ربنا امر بالسات. ابدا، اللي زيك لازم يتفضح. انا راح اقول لها. انت مخصوم منك 15 يوم على الفوضى دي، بسيطه. ومن بكره تمسك باب الوفيات. وفيات؟ اهو اي باب بدل ما يودوني باب زويله. اهلا عبد المنعم. شكرا، ربنا يتمم بخير وتخلص عشان تستريح بقى. يسمع منك ربنا. تعالى معرفك على العريس الجديد. عارف المهندس الخجول ده اللي اسمه كمان؟ لا ده واحد غيره. غيره؟ تعالى معرفك عليه. احمد. ويا ترى بتكتب في انهي باب؟ بيكتب في باب الوفيات. الوفيات؟ اعوذ بالله، اللهم احفظنا. انت ايه اللي جابك؟ جاي ابارك لك. الف مبروك يا احمد. الله يبارك فيك. والله لاقيين لبعض، قفل زيها. ما تفهمني يا ايه الحكايه؟ انا طوعتها لاخر لحظه، لكن بعد ما اكتب كتابها وتدخل احولها لمستشفى الامراض العقليه. يلا يا سيدنا الشيخ، خلصنا المرور يا سيد. اوعى. انا اسفه قوي يا احمد، انا مش قادره اخالف قلبي. عن اذنك. اكتب يا مولانا، يلا اكتب. اسم العريس كمال سالم. كتبي. اخرسوا. حكوا عليه يا جنس نمرود. انتوا اصلكم ما ينفعش معاكم الطيب. عاوزين اللي يخدعكم يضحك عليكم. انتوا اصلكم حريم، وهتفضلوا طول عمركم حريم. عمركم ما هتبقوا رجاله ابدا. صح. استنوا من فضلكم، ما حدش يقوم. انا عايزه اقول لكم كلمه. المعركه لسه مستمره. معركة ايه تاني؟ ما تسيبي الناس تروح. بكره هتظهر واحده منكم تحقق المبدأ بتاعي، وكلكم هتعملوا زيها. طيب ان غلبها الحب؟ تبقى عبيطه زيي.